عايز تقول انه الشباب بالفعل انا بقول الشباب شارك في استفتاء والاحزاب اللي هي الكرتونيه معروفه على مصر رئيس منظمه حقوقيه اتكلم بالحق لكن ما فيش واتكلم بالحياد لا انحاز لحزب على انا بقول ان هناك احزاب كرتونيه واحزاب عائليه انا لم ارى للحزب اللي حضرتك بتمثله لا يا سيدي لا عايز اقول لك حاجه بالمناسبه انا عايز بالمناسبه يا سياده العميد انت بتتكلم يا سياده العميد انا ما قريت العميد في اي مؤتمر سياده العميد ما قريت حتى في حزب الثوره حتى حزب الثوره ما رافض في مؤتمرات هل هو سافر يجيب لي احنا اصلا كنا في استاد القاهره اخر مؤتمر كنا في استاد القاهره وكنا نعم للدستور نعم للدستور كنا في استاد القاهره وكنا 28,000 مواطن من جميع وكان سيدي انت لا تتكلم بحياديه انت جيت بس تتكلم بحياديه تتكلم من ارض الواقع ولا خلق الاستقلال ولا رسول لا لو لا الاستقلال يصوم مصر داخل مصر وخارج مصر الامر الان يتعلق بمستقبل مصر. لماذا سكت الكلام؟ ما شكتش بكلام حضرتك انت بتقول سيدي ما فيش احزاب كتير واتمنى ان كل انسان مصري يا سيدي كم منظمه حقوقيه لا حق للشرف على الانتخابات والله انت 110 منظمه حقوقيه سيدي حتى تتكلم مناسبه في حاجه 14 منظمه حقوقيه في 120 و110 منظمه على مستوى العالم الامر الان اما انت اصلا يقولوا كل مجموعه من الامر الان يتعلق بمستقبل الحقوقيه المصريه الحقيقيه ليست ما رايت المموله من حاجه مصر الاحزاب ما ينفعش كده الحوار كده ما ينفعش الاحزاب اللي الامر يا دكتور يتعلق بمستقبل مصر. الله يبارك فيك. والاجيال الان تنظر اليكم من فضلكم الهدوء.